بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي وأصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة جيت لكم بفيديو جديد، هعمل لكم عيش مصري. أنا عملته قبل كده وهعمله لكم مرة تانية. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ مع بعضينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندنا 3 كيلو دقيق منخولين ومجهزينهم. هنعمل ايه؟ هنبدأ مع بعض. أول خطوة، أنا جايبة الخميرة وحطاها في الطبق وحط عليها معلقة سكر وسبتها 10 دقايق. هدوبها مع السكر كده، هفضل ادوب فيها شوية واكبها على ايه؟ على العجين. بقلبها في قلب الدقيق حبة كده، بفضل اقلب فيها شوية. بعد كده، بعد ما بقلبها جامد في الخميرة مع الدقيق، بجيب المية، بكب المية على الدقيق. الدنيا حر، مش شرط تكون مية دافية. لو الدنيا شتاء بدفي المية، لكن الدنيا حر بحط مية عادية ساقعة. ببدأ بقى أقلب المية مع الدقيق مع الخميرة بمعلقة السكر وابدأ أعجن اهو زي ما انتم شايفين كده. أعجن فيه لحد ايه ما يتملك معايا العجين. انا كده بعجن بايد واحده. لو عايزه تعجني بايدك الاتنين اعجني، عايزه تعجني بايد واحده ماشي براحتك يعني. بس انا هضطر احط ايدي التانية، بس مش دلوقتي لان الكميه قليله، بعجنها على ايدي. لو انت الكميه قليله معاكي كيلو دقيق، اعمليه في العجان عادي. لو عندك عجان اعمليه في العجان. الكميه اكتر من كيلو ماشي شغال، نعجنها في الطبق عادي. انا عجنه 3 كيلو. بمسكهم بقى كده، بفضل املك فيهم لحد ما تشوف العجينه زي ما انت شايفاها كده اهو. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شغاله برضو بعجنها انا معاكم. بعد ما بعجنها وملكها جامد، هبتدي اهو، هبتدي احط ايدي التانية عشان ادب العجينة، عشان اطلع الهواء اللي فيها. شوف العجينة عاملة ازاي. انا عارفة كمية المية اللي انا بحطها، عارفاها، بحطها مرة واحدة. لكن انت مش هتعملي كده، انت هتحط المية تدريجيا. انا عارفة مع مكيال المية اللي انا حطاه ايه اهو. بص العجينة بقت عاملة ازاي. هخبط فيها بقى عشان اطلع الهواء اللي جواها اهو. بنسمي بسم الله، الله اكبر، اللهم صل على سيدنا محمد. اهم حاجة افضل اعجن في العجينة واملك فيها، واحط ايدي التانية بقى وادب، اطلع الهواء اللي في العجينة اهو. بصي دب العجينة كده، طلع الهواء اللي جواها عشان ما يبقاش العجين مبقلل. لما تيجي تخبزيها تبص تلاقي بقلله كده في الرغيف، وهو على الطبليه او على المقرصه اللي انا بقرص عليها اهو. شوف العجينه بقت عامله ازاي
بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. بص العجينة بقت عاملة زي اللبان اهي. اخلص بقى منها ايديا بشوية مية برضو، بخلص منها ايدي، بلمها على بعضها كده زي ما انتم ما شايفين. بص العجينة بقت عاملة ازاي، ما شاء الله ما شاء الله. بس انا مش هقرصها دلوقتي، لا ده انا لسه هسيبها تخمر، هتاخد لها نص ساعة وهغطيها لحد ما تخمر. خلص ايدي منها وبجيب شوية مية برشهم عليها كده. كده بقى حطيت عليها شوية مية ولمتها وخلصتها. هغطيها بقى كده. انا غطيت العجينة وخليتها خمرت. بعد ما خمرت بجيب طبق مية وبحط فيه نص كوباية زيت زي ما انتم ما شايفين كده، نص كوباية زيت كده. انا رشة الصواني ردة ومجهزاها عشان ابتدي اقرص. وبجيب العجينة اهو زي ما انتم شايفين كده، المعجن بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بص العجينة بقت عاملة اتملت الطبق. بصي زي ما انت ما شايفة كده، بضربها شوية عشان اخليها تتهمت حبة كده اهو. ادي الصينية مرشوشة ردة، حطها جنبي وحاطة طبق الزيت، المية فيها الزيت، وببتدي اقرص. صلاة النبي احسن. اللهم صل على النبي. ادي ايه التقريص اهو. بصي بصلاة النبي بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. برص كده العيش. بس العجينة ولا طرية قوي ولا ناشفة، حلوة كده نص ونص. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. يا جماعة ده عيش مصري بقرصه بشوية مية وعليهم شوية زيت. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي اهو. تمام كده. ادي اول صينيه قرصتها اهي، مديه البراح والوسع جامد جنب العيش، مديه الوسع عشان العيش لسه هيفرش على الصينيه. الصينيه دي اول حاجه انا ايه قرصتها. بجيب بعد كده اللي وراها اهو. ميه بالزيت وبقرص بيها. عشان ليه بقى حاطه الزيت ده؟ عشان وش الرغيف يبقى احمر اهو. الجو حر يا جماعه، وفي الحر العجين بيسيح. عايزاكم تخلوا بالكم من نقطه زي دي، العجينه بتسيح في الحر، فعلى قد ما تقدري خليها جامده شويه. اشوف العجينه عامله ازاي اهي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا محمد. بسم الله ما شاء الله. هحط الصينيه اللي انا عملتها دي من تحت، عشان الصينيه دي انا هجيبها اول حاجه هخبزها. كده انا خلصت تقريص خلاص.
رصيت الصينية تحت ومولعة الفرنة ومخليها ايه هادية. بسم الله، نبدأ بسم الله. أول الصينية اهي، أول حاجة أهو برح الرغيف كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا أنا سبت العجين ارتاح شوية بعد ما قرصته، وجبت أول حاجة قرصتها. صلاة النبي، صلاة النبي، صلاة النبي. تكتكة دي يا جماعة، تكتكة. كل واحد كده يتكتك في الحاجة اللي بيعملها. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. اللهم صل على النبي. الفرنة والعة، بسم الله ما شاء الله. وادي العين.